بابا عايزه ايه يا نجلة؟ لازم هتطلبي حاجة. ربنا يخليك يا ابراهيم وتجيب لهم كل اللي يعوزوه. يا سلام يا بابا، انا لسه قلت حاجة. كان نفسي تجيلك اخت جديدة يا نجلة عشان تبقى راحت عليكي وما تبقيش اخر العنقود. وليه ما تطلب لهمش اخ؟ مش كفاية 3 بنات؟ يبقى 4 فيها ايه يا ست؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. حد يلاقي ضفر واحدة منهم؟ الله، امال فين سعاد وانصاف يا نجلة؟ سعاد جوه وانصاف لسه ما جاتش من المدرسة، وانا عارفة انك هتيجي من البلد دلوقتي. جيت جري من المدرسة قبل ما تصرف الفلوس. يا عفريتة. فلوس ايه؟ يا سلام، ما انتش عارف يا بابا فلوس ايه؟ ايجار الارض. طب اجري شوفي بقى مين اللي جه. ضروري انصاف، انا هفتح لها واجي اوام. وسعاد بتعمل ايه جوه لحد دلوقتي يا امينه؟ اسم الله عليها، خلصت حاجة البيت بسرعة وقعدت تشتغل مفارش. ربنا يحميها يا رب ويرزقها بابن الحلال. شاطرة وعاقلة. بس بقى يا امينه عيبها الكسوف اللي اكتر من اللازم ده. طالعة زيي وده مش عيب. البنت اللي تستحي يا ابراهيم احسن من اللي عينيها مفنجلة. ايوه ما قلناش حاجه، انما بس مش بالشكل ده. دي بنتك سعاد بتتكسف تطلب مني اي حاجه كأني مش ابوها. اصلها حاسه انها كبرت ومستثقله بقى تطلب طلبات. ولا كبرت ولا حاجه، اللي قدها لسه بيروحوا الجامعه. ما هي لو كانت فضلت في المدارس كان زمانها خلصت جامعه كمان. متهيألي ان البنت نفسها مكسوره شويه يا ابراهيم. ليه؟ ده انا واخد بالي منها اكتر من اخواتها. اصلها شايفه العرسان اللي جم لاخواتها وهي لا يا عيني، مع انها الكبيره. ما احنا عملنا اللي علينا وما رضناش بيهم، لكن انا مش فاهم هي حظها ايه ده. الحقيقه قعدتها في البيت جنت عليها، انما نجلة وانصاف بيروحوا المدرسة ورايحين جايين في الشارع والناس بتشوفهم. تتعدل. انا والله مش عارف ايه اخرة اصرارنا على جواز الكبيرة قبل الصغيرين. ساعات بيتهيأ لي اوافق وكل واحدة كده هي وحظها. بابا يلا يا بابا، احنا لبسنا خلاص. طيب يا نجلة جايلكم اهو. يعني العريس اتأخر يا ابراهيم؟ ما تأخرش ولا حاجة، لسه فاضل شوية على ميعاده. ده شاب ابن حلال ولابق وظريف، اسمه سمير وهو سمير. ربنا يتمم بخير. يبقى نفسي الجوازة دي تتم بسرعة، كان قلبي يرتاح بصحيح وتبقى عقدة سعاد اتحلت، وزي ما بيقولوا صبرت ونالت. كله على الله. على كل حال سمير مستعجل على الجواز، لأنه زي ما قلت لك عايز ياخد عروسته ويسافر على بلده. وبلده بعيدة؟ ولا بعيدة ولا حاجة، دي القميش لجنة الإقليم الشمالي، وبلد كلها خير. يلا على الأقل نبقى نروح نزورهم ونعرف بقية بلدنا. ها اهو جه اهو. ابقي بعد ما تقعدي معانا شوية تقومي تخلي سعاد تلبس وتدخل بالقهوة عشان العريس يشوفها. اهلا اتفضل يا ابني اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا بيكم. أقدم لك أمينة هانم أم العروسة. تشرفنا يا أمينة هانم. الله يشرف مقدارك يا ابني. وانت بقى يا أستاذ سمير بقالك كتير هنا؟ أيوة، كل دراستي كانت هنا. لكن أظن العيلة عايشة في القميشلي دلوقتي. نعم، لكن في الأصل بابا نشأ في دمشق وماما من بورسعيد. طبعا عايز تشوف العروسة يا أستاذ سمير. والله أحب أشوفها كل لحظة. دي عروسة هدية، عاقلة وشاطرة وست بيت ممتازة. أنا بكلمك بصراحة، مش تفتكر إني بشهد لها عشان أبوها، لا. أنا شفتها من بعيد أكتر من مرة وسألت الجيران عنكم، والله مدحوا فيها وفيكم بشكل عجيب. الله، لكن شفتها فين؟ شفتها وهي رايحة المدرسة وراجعة منها. شفتها وهي رايحة المدرسة؟ دي سعاد قعدت من المدرسة من مدة. سعاد؟ لكن أنا سألت عنها قالوا اسمها نجلة، وسمعت زميلاتها بينادوا عليها باسم نجلة. نجلة؟ دي نجلة بنت الصغيرة خالص ولسه تلميذة سعاد اسم الله عليها، هي اللي عروسة كويسة وتنفعك بصحيح. أيوة سعاد هي اللي تنفعك يا أستاذ سمير. والله أنا سمعت برضو أنكم بتريدوا تجوزوا الكبيرة أولا، لكن أنا اخترت الآنسة نجلة وعشان يتوافقوا. والله يا أستاذ سمير أنا بصراحة كنت فاهم إنك عايز تخطب سعاد، هو مع ذلك ما دام أنت اخترت نجلة مستحيل أرفض طلبك أنت بالذات. متشكر يا عمي. أظن واجب بقى أجيب الشبكة. الله على مهلك على مهلك. والله أنا فكري ننهي كل شيء بسرعة، وأنا هنزل دلوقتي أجهز الشبكة وأرجع بعد ساعة مع ناس من العيلة عشان نتمم الموضوع. عن إذنكم. على طول كده؟ طب بس لما تشرب القهوة. أصله يظهر عايز يشرب شربات على طول. طب يا ابني مبروك مقدما، مع السلامة. تروح وترجع بالسلامة يا ابني.